حيدر أبو العباس، مرحبا بك. مرحبا شو بدي اسميك، النقيب حارث لو ابو صهيب لو حيدر أبو العباس؟ يعني حاليا تقدر تقول حارث، يعني ما طالع مني ولا طالع مني. النقيب حارث شخصية أديتها بكل إخلاص وبكل صدق، وأبسط مثال أنه وصلت لكل الشارع العراقي والأصداء، وزيارتك الأخيرة لبيت حارث السوداني، فتحدثني عن هاي التجربة. والله تجربة عظيمة كلش، انك تخلد قصة من قصص أبطال العراق اللي ضحوا بأغلى ما يملكون وهي الروح من أجل أمن هذا البلد. رجل عبقري ومخطط فذ، قدر يحبط العديد من عمليات التفجير اللي كان ممكن تصير وتأذي البلد، وحفظ هواي من أرواح ناس وأهلنا في عديد من مناطق بغداد. طبعا فخر كبير أنه تسنى مثل هذا المنصب، هذا يعتبر منصب والله. محبة العالم اجتي الحارث، وأنا بس مجرد مرسال لا أكثر ولا أقل، والتوفيق من رب العالمين.